السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنجيب حاجة الأسبوع من كروجر. جو ممطر جدا وبرد جدا جدا، متوقعين ينزل سنو النهارده يعني. محدش بقى يقول لي شوية السنو بتاعكوا دول عشان انا بردانة بصراحة جدا، والسنو بيفرق معايا والتلج بيفرق معايا، وانتوا عارفين احنا مش متعودين على الجو البارد. صح يا مودو؟ مودي عايز ياكل بيتزا. فهندخل بقى نجيب الطلبات بتاعتنا. خليكم معانا يعني بصوا قولوا لي اذا ما كانت نوعيه الفلوجات دي مثلا مش حاسب يا مودي مش مثلا عجباكوا او كده، عرفوني عشان ايه، خايفه تكونوا بتزهقوا بصراحه. بس انا دايما بيجي لي كومنتات حلوه، وانه عاوزين دايما فلوجات وكده، وتاخدوا بالكم مثلا من الاسعار والمحلات والحاجات اللي زي دي. دخلنا في الدفع، فخليكم معايا. الفترة دي طبعا زي ما انتم عارفين استعدادات الكريسماس، فهتلاقوا ايه بقى شوية تجهيزات على شوية ديكورات كده، حتى الزينة يعني بتاعت الفاكهة والخضار. الاسعار حلوة النهاردة. كمثرى كده حاسة ان هي شكلها كويس. انا ماليش في التنقية بتاعت الخضار والفاكهة او يعني بحاول يعني على قد ما اقدر كده. التفاح طبعا مش طعم، هو منظر يعني. الصراحة ما بحسش ساعات ان هو طعم يعني. والبتاع هيك كنت وريتها لكم المره اللي فاتت، اللي هي بتبقى فيها حاجات فري للاطفال. كانت فاضيه باين، بس هي المره دي فيها التفاح وفيها الاستفندي. بحب انا قوي فاكهه الشتاء، الاستفندي والبرتقال بحبهم قوي، بس برضو مش عارفه هعرف اكلهم. حابه برضو اقول حاجه بخصوص الوزن. الحمد لله يا جماعه الميزان اتحرك وتمام، ونزلت 4 باوند او اكتر يعني. 4 باوند دول يعني نقول 2 كيلو كده ولا حاجه. فيعني المهم ان هو بدأ يتحرك. احتمال كبير الفترة الجاية اخرج من الكيتو على مثلا حاجة كده اللي هي لو كارب، يعني اكل حاجات بسيطة خفيفة عشان ما يحصلش ان انا ازهق يعني، لان الحمد لله حاسة ان انا وصلت الوزن اللي انا عاوزاه. فهحاول اعمل حاجة ايه تثبيت يعني، مش عايزة اخس اكتر من كده. بالنسبة للكمثرى انا بحب اجيب اللي هي العادية اللي لونها اخضر دي، في الحمراء وفي البني، بس انا واولادي ما بيحبوهاش. انا مش هاكل منها لسه، لان زي ما بقول لكم قاعده بفكر اخرج بره الدايت بتاعي ولا لا. في بنات كتيره مش عارفه كلمه كيتو وهيسالوني بقى. والله يا جماعه انا عملت عنه كذا فيديو موجودين ان شاء الله في القناه. عاوزه اجيب طماطم وعاوزه اجيب فلفل الوان بعمل بيه شاورما الفراخ. بيبقى حلو. ساعات بجيب من مكان تاني بيكون ارخص شويه. هنا الفلفلايه الواحده $1.50 اهي. فايه نكمل بقى كده ونشوف هنشتري ايه تاني النهارده ان شاء الله. بلال حابب ان هو يتسوق النهارده. طبعا الجو برد جدا، حاولت البسهم كذا حاجه فوق بعض يعني. تعالى يا بلال. راح فين؟ لا عاملين هنا تخفيضات على الشوكولاتات 50%، يعني السعر اللي هتشوفيه مكتوب عليها هتجيبيها بأقل منها يعني. بس اللي مثلا دي مش النص، دي توفير 4. طبعا الأنواع كلها ما شاء الله اللي هي معروفة يعني. بصوا الهيرشي كيسز الكبيرة دي. كان في نوع كده انا بحب اجيبه، بس انا مش شايفاها قدامي دلوقتي. بتبقى كل شوكولاته فيها طعم كده معين، بتبقى لذيذه قوي والولاد برضو بيحبوها. طبعا هما ايه الحاجات دي بتبقى هدايا. انا اعتقد برضو ان دي ايوه هو مش نفس النوع، بس هي نفس الفكره يعني. بس مش ده نفس النوع اللي انا كنت متعوده اجيبه. زوجي في كروجر، خرجت اشتري بس شويه حاجات كده. الجو صعب بصراحه جدا، وبرد.
وبعدين بلال راح نعسان مننا، ف خرجت بقى اخواته معاه في العربيه يستنوا، لانه طبعا ما ينفعش تسيبي طفل لوحده في العربيه، لازم يكون حد كبير معاه، يعني لازم يكون حد من سن ملك، لو اصغر من كده ما ينفعش، غلط يعني. وانا بس هنزل علشان اساعد زوجي في ان انا اجيب الحاجه. معلش ما عرفتش اصور لكم جوه لانه الولاد كانوا مقريفين قوي، شايفين الاحتفالات بالكريسماس بقى احتفالات بقى. دلوقتي هتلاقوا كل يوم قدام كروجر كده، وبيجي ليلة الكريسماس بيبقى سانتا برضو، حد يعني لابس زيه بيبقى قاعد عشان الاطفال لو عايزين يتصوروا. بقول لكم ما عرفتش اكمل تصوير علشان بلال عيط وكان عاوز ينام يعني ايه، فانا سبت زوجي يكمل هو الشوبينج ده وايه، وانا خرجت اشتريت حاجه كمان كنت عايزاها من محل تاني ودخلت بلال العربيه. انا بس هاجي علشان عايزه اشتري حاجه كده معينه زوجي مش عارفها، وهخرج على طول ان شاء الله. عايزه اروح ريستوران ديبو اجيب فراخ وحاجات، وطبعا مش هصور لكم هناك لان انا صورت قبل كده، بس بعد ما اروح البيت عاوزه ان انا اوريكم حاجه، علشان بس كان في حد يعني اتكلم في حته الحلال والحاجات اللي زي دي في الفراخ، فانا عايزه ابقى اوريكم حاجه ان شاء الله. خلصنا الحمد لله، وزي ما قلت لكم هروح ريستوران ديبو اجيب الفراخ واللحوم بتاعتي، وهصور لكم من البيت ان شاء الله لما اروح. واذا رحت اي مكان تاني دلوقتي هصور لكم ان شاء الله. عايزه اروح دولار تري اجيب حاجه كده بسيطه، ممكن اعمل لكم منه حلقه لوحدها يعني، علشان ايه الحلقه بتاعتنا ما تطولش عليكم ترى. بس برضو ايه بقى يقول لك الحاجه مش عارفه يعني، المهم يعني ان انا مضطره، قصدي يعني عايزه ادخل بس ابص على حاجه كده سريعه، وبعدين فرصه في الويك اند، لان انا ما بقتش فعلا بعرف اخرج يعني، ممكن انتوا تلاحظوا ما بقتش بخرج غير في الويك اند بس، علشان بلال وكده يبقى مع زوجي ومع اخواته، لانه صعب بصراحه ان انا بقيت اخرج بيه، بيتحرك كتير جدا يعني. هخلص اللي انا داخله عشانه وارجع لكم تاني. انا بحب البلاستيك قوي يعني، دايما تلاقوني جايه هنا كده. بصوا دي عجبتني بتاعه الكب كيك، هي فيها مكان 9 ماشي، ودي العلب بتاعتها، الغطا يعني بتاعها بتقفل من 4 جوانب. انا جبت منهم 2 اهي، محكمة الغلق جدا، بتقفل من 4 جوانب، وايه وليها ايد تشيليها منها لو عامله كب كيك لحد مثلا، ممكن تاخديها فيها، او لو هتحفظيها في المطبخ عشان مثلا يعني ما تبقاش الحاجه مكشوفه او كده. زي ما انتم شايفين اهو الكونتينر والليد بتاعه، يعني الكونتينر والغطا ايه بتاعه. انت طبعا بتاخديهم عشان هما بس منظمينهم كده، لكن هما الاتنين مع بعض بتقفليهم بدولار، فانا جبت منه 2. خلصت دولار تري ورحت فاميلي دولار. فاميلي دولار زي ما قلت لكم مش كل حاجه بدولار، الاسعار متفاوته يعني، في كل حاجه بقى، محل عادي يعني. بدور على ورق الكب كيك والحقيقه مش لاقيه. انا لقيت يعني بس في كروجر بس صغير، انا عايزه ورق الكب كيك الكبير، فايه هدور، ومفروض يعني يكون مثلا هنا مع الاكياس والحاجات اللي زي دي كده. بسم الله. وطبعا الواحد بقى ايه كل شويه ينزل، وانتوا عارفين يعني انه الرجاله ما بيستحملوش اصلا ينتظروا في العربيه، فعماله ادخل كل المحلات تك تك كده، بجري بسرعه والله. فانا هدور عليه بقى، ولو لقيته هقول لكم. والكهرباء قطعت، اوه ماي جاد، جت تاني. هخرج بقى اخلص حاجات تانية واروح البيت، علشان لسه ما عنديش الفراخ والحاجات اللي انا جبتها دي، وارجع لكم تاني. جالي كومنت انه المفروض ما اشتريش من اي محل امريكي، لازم اجيب من محل عربي، وانه طالما هو امريكي يبقى مش حلال.
طبعا الكلام ده يعني غلط جدا جدا، وانا مش مقتنعه بيه. وحبيت برضو ان انا اوريكم الكراتين، لان انا في حاجات كنت مثلا وانا بطبخ الناجتس قلت لكم ايه ان انا بجيبه من محل وان هو حلال، بس ما كانش معايا طبعا الكرتونه. فانا النهارده كنت بشتري وفضيت الحاجه بتاعتي حطيتها في الفريزر، وقلت اوريكم الكرتونه قبل ما ارميها. اول نقطه عايزه اتكلم فيها، اللي بيقولوا لي اشتري من مجازر وتشوفي الفراخ بتتذبح قدامك ومش عارفه والحاجات اللي زي دي، احنا ما فيش عندنا الكلام ده هنا. يعني كل ولايه بتختلف، وبعدين دي مدينه صغيره، وكل محلات العربي اللي هنا بتشتري من نفس المكان ده، وبشوفهم بيجيبوا منه، وهي الكراتين دي اللي موجوده في محلات العربي. يعني هو نفس المصدر، انا بجيب من هناك ومحلات العربي بتجيب من هناك، مع فرق طبعا السعر انتوا عارفين يعني. فطبعا انا بجيب الحاجه وضمنها وعارفه كويس قوي انه مش هيكتبوا لي يعني حلال وذبح طبعا للشريعه الاسلاميه، وهم يعني يبقوا بيكذبوا. واذا كذبوا يا جماعه، ان الدين يسر ولن يشادد الدين احد الا غلبه. ما نفضلش ان احنا قاعدين نقول احتمال يكونوا بيكذبوا عليا. لو هم بيكذبوا عليا يبقى الوزر عليهم، لان انا تحريت الحلال واشتريت حاجه مكتوب عليها حلال. دي علبه الناجتس اهي، دي علبه الناجتس اللي انا بقول لكم ان انا بجيبها اهي، ماشي. وادي الكلمه اهي على الكرتونه كلها مطبوعه، يعني مش هنقول مثلا كمان حاطين الستيكر بس، مطبوعه من كل الجوانب اهو. وفي منها برضو ايه حاجات تانية كتير غير الناجتس، ماشي اهو. ادي ايه، ادي حاجه، ماشي. ودي علبه الفراخ، انا جايباها المره دي اوراق علشان عندي الصدور، وزي ما انتم شايفين اهو. وادي الكلام بالعربي. وعايزه اقول لكم ان انا مره رحت محل عربي لقيته هو حاطط الكرتونه دي قدامه، وبعدين بيوريها لنا يعني علشان يثبت لنا ان هي حلال، الكرتونه دي اللي انا جايباها دي. فطبعا انا بحب اجيب الحاجه بما ان عندي الفريزر، بجيب الكرتونه، مش هروح اجيب منه فرخه او اتنين، او اروح اجيب وركين ثلاثه، وطبعا كل واحده حسب نظام بيتها يعني. فانا بس يعني عارفه ان الحلقه ممكن ما تكونش طويله، بس انا بحبيت اطمن الناس اللي في ناس شككوهم، وفي ناس مش عارفه قالوا ايه وعشان محل امريكي، ومش فاهمه يعني ايه عشان محل امريكي. يعني المحل مثلا الصيني اللي في مصر يبقى ما هو الصيني، هو محل بيبيع حاجات حلال، عنده قسم كامل لمنتجات الحلال، وهو موجود في امريكا. مش فاهمه برضو فين المشكله هنا يعني. اتمنى ان انتوا تكونوا بس ايه استوعبتم، والناس اللي هم كانوا في بعض الناس شككوهم او خوفوهم، ما تخافوش من اي شيء خالص، ما دمنا احنا بنتحرى الحلال الحمد لله رب العالمين، فربنا باذن الله هيبارك لنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.